السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب مطبخ ميرو، اصحاب مطبخ ميرو، ازيكم يا اصحابي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله ما عملتهاش قبل كده، بس قبل ما نبتدي هنقول ايه بقيات الصلاحات زي ما احنا متعودين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. النهارده هنعمل مع بعض اكله انا ما عملتهاش قبل كده على القناه. هعملها بطريقه بتكات مختلفه ويا رب تعجبكم. واللي عنده تعليق في حاجه برضو يعلمهاني، انا ما عنديش مشكله، انا بتقبل اي حاجه تخص الطبيخ، وبنتعلم من بعض وكده. نقول بسم الله ونخش مع بعض على طول عشان ما نطولش الفيديو، ونقول هنعمل ايه. هنعمل النهارده ان شاء الله كشري مصري. طبعا انتم من المكونات اكيد عرفتوا صح اكيد. هنعمل كشري مصري. معانا ايه؟ انا ما رضيتش اعمل اي حاجه الا يا دوبك انا نقعت الحاجات بس وحضرت حاجات خفيفه كده. عندنا حمص زي ما انتم شايفينه منقوع بقاله اكتر من 3 ساعات. ليه بنقعه؟ عشان القشره بتاعته ديت عشان يستوي بسرعه، وعشان القشره بتاعته كمان ما تفصلش منه، لان ده من الحاجات اللي لازم تتنقع زي الترمس والحاجات بتاعه العيد. معانا عدس ولازم انقعه. في ناس مش بتنقعه، بس لما بتيجي تسلقيه القشره بتاعته بتفك منه وبتسيبه، فلما بتنقعيه دي من ضمن الحاجات. زي اللوبيا والفاصوليا لازم تتنقع عشان القشره ما تسيبش العدسايه وتبقى متماسكه فيها بعد ما تتسلق. معانا رز ابيض مغسول زي ما انتم شايفينه اهو، رز ابيض مغسول. معانا شعريه، معانا بصل، معانا مكرونه، معانا صلصه طماطم لسه مش متسبكه، طماطم فريش. معانا مكرونه سباكيتي. معانا البصل اللي هنعمل بيه والدقه وكل حاجه هنعملها مع بعض. بس يلا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. قبل ما نروح نقول ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. يلا بينا يا اصحاب. حل على النار، الشعريه حطيناها، حطينا الزيت نحط كمان حبه عشان ده مش بينفع معاه رز ابيض. هديلها تشويحه حلوه وارجع لكم تاني. الحله التانية على النار هنحط فيها شويه ملح، واول ما تغلي هنزل بالمكرونه وارجع لكم برضو تاني. انا كده ضفت الشعريه اهيت، حطيت عليها الرز برضو هديله تشويحه. هنا الميه غلت، هنا الحله التانية فيها الحمص على النار، تنيتي اقلب كده فيها، انا عايزاها كلها تاخد تشويحه برضو حلوه. هنزل بالميه وهنزل بالمكرونه في نفس الوقت. يعني هنا هنزل بالميه بعد ما الرز يتشوح تشويحه حلوه. انا عشان الصهد ده طالع على الموبايل ما بعرفش ان انا اصور اللقطه اللي بتبقى على البوتاجاز، تمام، لان انا ماسكه الموبايل بايدي. هشوحه تشويحه حلوه وبعدين نحط المكرونه ونرجع لكم تاني. العلامه الشهيره بتاعتنا ايام زمان كده حطينا الملح وحطينا الزيت اصلا في الاول. انا عايزه اعرف العقد ده مظبوط ولا لا، لان انا حطيت رز وشعريه ومش عارفه. للبنات اللي مش عارفين هعمل ايه، في نص الحله هقوم حاطه المعلقه مالت يا بنات، اتحركت زي ما هي بالعقد كده مظبوط. ولو عملتي اذان رز وعملتي الحركه دي هيطلع معاكي رزايه من رزايه باذن الله. فكده العقد مظبوط وزي الفل. هغطي عليه، وفي الناحيه الثانيه حطيت المكرونه اهي هتتسلق وبعدين ارجع لكم تاني. في الاثناء دي حله هحطها على النار وفيها معلقه زيت، وهشوح عبال ما المكرونه تستوى والحمص يتسلق والرز يستوى زي ما انتم شايفين اهو، والرز يستوى. هقوم اعمل ايه؟ شغلي نفسك، تكون شغاله في كل الاتجاهات، ما تنسيش وانت واقفه حرانه والبوتاجاز شغال والدنيا الله المستعان عليها، هنقول ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. حبه زيت، معلقه زيت، حبه بصل على النار يتشوحوا، معلقتين صلصه، وننزل بالعدس. هي كده بدات تغلي اهي، هنزل بالعدس. انت بتسوي العدس في الطماطم؟ انا بحب اسوي العدس في الطماطم، انا من الناس اللي بحب اسوي العدس دايما بالطماطم. زي ما انتم شايفين انا هسيبه يستوي، كل الميه دي هتنشف مش هيكون فيه حاجه. نسلق ميه في المكرونه سباكيتي، وادي الرز بتاعنا احنا ختمناه. يعني ايه ختمناه؟ جينا بظهر المعلقه ورحنا قافلين المسام بتاعه زي ما انتم شايفين كده عشان يستوى ويبقى كله الارضيه زي الوش، ما ترميش منه حبايه ولا حبايه تكون ناشفه منه. وفي العين الثانيه هنا الحمص اهو زي ما انتم شايفين بدا يغلي اهو، هو ان شاء الله يستوي على طول مش هياخد وقت. ادي المكرونه احنا حطيناها زي ما انتم شفتوا في الميه، هي هتنزل كلها كده دلوقتي ان شاء الله.
الحركه دي مش بتخلي المكرونه تلزق في بعضها، وهي كل ما تطرى كل ما هتنزل زي ما انت شايفه اهو. خدي بالك من النار. زي ما انتم شايفينها. انا طبعا ما كانش ينفع ان انا اسلق الثانيه مع بعض، لان انا هقول لكم ليه انا عملت كده. للتقليه حله على النار فيها زيت، وهنزل بالبصل هحمره وبعدين انزل بالطماطم. انا كده البصلايه دبلت زي ما انتم شايفينها. انا عايزاها برضو مش متحمره بس دبلانه كمان سنه. ايدك في الحله كلها تلف زي ما انت شايفه. هنزل دلوقتي كمان بالصلصه. هسيبها تتسبك بقى تسبيكه وارجع لكم بعد ما تتسبك. استنوا رايحين فين؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. سر البصل المقرمش، اولا هنبشره بنفس السمك اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا يا جماعه اهوت، وهتمسكيه بس تفرفريه من بعضه كده. تمام. ونعمل ايه؟ الخل ونحط عليه، نحطه حوالي ربع كوبايه او نص فنجان على حسب بقى المعيار بتاعك. الخل ده اولا بيخلي البصل ما يشربش زيت، بيخليه مقرمش جدا جدا جدا. اول حاجه تخلي البصل مقرمش معاكي. كنا زمان بنعمله في الدقيق، دلوقتي لا، في حاجات كتير جدا اتعلمناها من بعض ان البصل مع الخل بيدي ريحه تحفه تحفه يا بنات. الفسيخ بقى وده ما شاء الله يعني. انا هقلبه زي ما انتم شايفينه، لازما بصوابعك عشان انت بتفرفطي اي حاجه لازقه ببعضها بتفضيها من بعضها كده اهي. حاجتين حاجتين لازما للبصل عشان يقرمش: الزيت الكتير، الخل. الزيت الكتير والخل دولت بيخلوا البصل يقرمش جدا 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 يا بنات. يلا بينا على النار. لازم نسيبه الاول مش اقل من ربع ساعه فما فوق. اقل مده هتسيب البصل في الخل اقل حاجه تلت ساعه ربع ساعه فما فوق لحد نص ساعه بيبقى تمام جدا معاكي. يعني اقصى حاجه انا بسيبها بصراحه نص ساعه. اقل من كده ومستعجله يعني ابتدي قبل ما تعلقي على الرز حطيه بحيث ان هو ايه يكون خد حقه في الخل وكده. يلا بينا نعمل الدقه ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. طاسه على النار فيها زيت. انا مش هكتر الزيت هنا، انا مش عايزه حموضه لان احنا كده خدنا زيت كميه كبيره جدا. طبعا الصلصه لسه على النار اهي، والحمص خلاص دخل في السوا. حط عليه، والعدس خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. ادي هنا تشويحه حلوه. انا مش عايزه احط زيت كتير عشان خاطر الحموضه والناس اللي عندها حموضه. حاجتين هعدي بيهم الحموضه. اول ما تشم ريحه الثوم خلاص هو كده بقى تمام. احنا مش عايزين الثوم اصفر، انا مش عايزه اكتر من ان انا اشم ريحه الثوم. اول ما ريحه الثوم تبتدي تطلع كده هنزل بحاجتين زي ما انتم شايفين. هرجع ورا شويه كده عشان من بره بالطاسه الاول زي ما انتم شايفينها كده. خدي بالك على نفسك وانت واقفه. ده سر الدقه اللي احنا بنجيبها. طبعا مش بحطها كلها خل. هنهدي نفسنا كده كده يا جماعه. الخل صافي. هزود ميه. بسم الله. طبعا نحط نص كوبايه خل. الناس اللي بتحب الحاجه مززه قوي هتحطي النص خل والنص او اكتر من نص سنه خل.
والباقي ميه. والناس اللي بتحب الحاجه وسط عشان الاطفال يبقى نص كوبايه خل نص كوبايه ميه. هنزل هنا بحاجتين، شعره ملح، شعره سكر. سكر، ايوه سكر، هو ده اللي بيديك الساور صوص، الحادق والمالح والمزز مع بعض. الكمون، الكمون وهكتره، الكمون وهكتر. يبقى حطينا ملح، حطينا الثوم الاول في معلقه زيت، حطينا شوحناه مش حمرناه، احنا عايزين التومه تبقى بيضه زي ما هي، زي ما بنجيبه من بره كده تبقى التوميه بيضه. حطينا بعدها خل، ميه، حطينا خل وحطينا ميه، نص كوبايه خل نص كوبايه ميه. عايزه الخل يبقى تقيل هتزودي خل اكتر من الميه. تمام، خطيره يا بنات. وحطينا ملح، حطينا سكر، وحطينا كمون. هتغلي ونرجع مع بعض نشوف هنعمل البصل ازاي. طاسه على النار، النار متوسطه مش عاليه. الزيت زي ما انتم شايفين كتير مش قليل. البصل ما ينفعش ما نحطش فيه زيت، لازم نحط فيه زيت كتير. وهتفضلي تقلبي تقلبي. حسيتي ان النار هدت شويه، علي عليه النار لحد ما تحسي ان هو بدا يسخن تاني معاكي. زي ما انت شايفه بدا يغلي اهو، شايفين اهو. هديله بقى تشويحه حلوه وارجع لكم تاني اوريكم عملناه ازاي. ده يا جماعه الكشري بعد ما خلص. عايزه اوريكم كذا حاجه كده فيه. اولا هنقول بسم الله. عايزه اوريكم خرفشه، فين الكاميرا؟ هنا، شوفوا، اسمعوا، سامعين؟ محرمش جدا جدا جدا. ودي الدقه اللي هي بالثوم وكمون، تحفه والله، مش هتفرق عن بره. وديت الدقه، نقربها شويه للكاميرا، الصلصه بتاعتها العاديه. ودي اللي فيها شطه، طبعا مش هحطها للي حابب، بس انا عايزه اوريكم الشكل النهائي. ده يا جماعه شكل الكشري اهو، تحفه يا بنات. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم، والله تحفه. اهو سفرتنا كلها اهي زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بألف هنا يا رب للي هياكل. جربوه بالطريقه دي. زي ما قلت لكم البصل محرمش جدا جدا، الحمص مستوي، العدس اهم حاجه عندك اهوت، ما سابش القشره بتاعته ولا حاجه. الف هنا يا رب. اللي يوصل بقى لحد هنا يعمل ايه؟ ما ينساش حاجتين: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. ما ينسانيش من في اللايك والسبسكرايب للقناه. يا بنات الشكل النهائي بتاع الاكل اهو، تحفه تحفه، يشرفك لو قدام جوزك، قدام اولادك، قدام اصحابك، جنب شيبسي بقى او فراخ ناجتس، او جنب اي حاجه، كبده، جنب اي حاجه زي ما انت عايز. نشوفكم في فيديو جديد مع اميره. ما تنسوش اللي يوصل لحد هنا يعمل ايه؟ حط لايك، حط لايك حط لايك، وما تنساش تفعلي الجرس وتعمل سبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد مع اميره.